السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. معاكم ام سيف للاكل البيتي. ما تنسونيش في لايك وتعليق حلو واشتراك في قناتي، وفعلوا الجرس عشان الفيديوهات تنتشر ويوصل لكم مني كل جديد. تمام. النهارده هقول لكم اسعار الفراخ عشان كل اللي حابب يعرف اسعار الفراخ النهارده بتاعت اليوم النهارده. تمام. النهارده هو من 3 ايام كانوا بيقولوا الفراخ نزلت. الفراخ نزلت طبعا، كل الناس قالت الفراخ نزلت. كل ده بسبب الفراخ البرازيلي اللي نزلوها لنا في السوق. تمام. هقول لكم على 3 4 حاجات كده كويسين قوي في الفيديو ده، واتمنى ان انتوا تتفرجوا على الفيديو وتتابعوه للاخر. انا النهارده نزلت على اساس اللي هي رخصت. تمام. نزلت لقيتها يعني كانت من قيمه 3 ايام كانت ب 75 الكيلو، النهارده لقيتها ب 85 جنيه. ده السعر. طبعا سالت كل التجار طب ليه رخص، ليه غليت كده؟ قالوا لي ما نعرفش، هي زي ما نزلت زي ما طلعت تاني. تمام يا حبايبي. بس هو اللي انا شفته رخص البيض كانت ب5 جنيه وربع، انا جبتها ب4 جنيه ونص. بس كل اللي انا طالباه منكم محدش ينزل يا جماعه يجيب كميات، محدش ينزل يجيب كميات يقول عشان ده موسم وعشان الحاجات ما تعلاش اكتر من كده. خلينا زي ما احنا نجيب كل حاجه بالمعقول. نجيب فرخة، نجيب 2 بالمعقول عشان لما الحاجات ترخص نعرف نشتري. وبرضك لما الحاجات تعلى برضك ادينا جبنا بالمعقول، يعني برضك ما خسرناش كتير. تمام. انا عارفة ان السعر كتير. انا جبت النهاردة فرخة جايباها 2 كيلو الا 50. تمام. جايباها حوالي في ب165، وجبت معاها ورك واخد مني 205 جنيه. تمام يا حبايبي. عشان هي عشان هي ب85 جنيه. انتوا لازم تعرفوا حاجة يا جماعة، دي هقول اول وتاني وتالت: محدش يشتري فراخ البرازيلي. الفراخ البرازيلي مش حلوة ومتلجة، اهم حاجة تكون صبحة قدامنا وبالمنظر ده. شايفين؟ والكبدة بتاعتها هي جميلة اهي، بصوا حمرا ازاي. دي صبحة والراجل دابحها قدام عيني. اهم حاجة يكون الراجل دابحها قدام عينيكوا عشان محدش ينصب عليكوا ويقول لكم الفراخ اهي قدامنا وتطلع فراخ برازيلي. تمام. احنا مش ناقصين امراض يا جماعه، بالله عليكم. الفرخه اهي، انا قلت لكم اسعار النهارده. الفراخ النهارده ب85 جنيه، دي اسعار فراخ اليوم. تمام يا حبايبي. وان شاء الله باذن الله يعود عليكم الايام بخير ويجعلوا شهر رمضان كريم باذن الرحمن، وان شاء الله ولا فاقدين ولا مفقودين باذن الله. وكل سنه وكل امه المسلمين طيبه يا رب العالمين. وان شاء الله ما تشتروش كميات يا جماعه. اللي عايز يشتري البيض يشتري 10، يشتري 20، مش ضروري كرتونه، او يشتري استهلاكه اليومي. ويا جماعه ما تشتروش فراخ برازيلي عشان الفراخ بتاعتنا ترخص. ما تشتروهاش يا جماعه عشان الفراخ نفضل نضغط عليهم، عشان الفراخ طول ما هم مش لاقيين شراء من من الفراخ البرازيليه، تمام، او الفراخ المجمده، ان شاء الله هيرخصوا الفراخ بتاعتنا، وباذن الله كل حاجه ترخص، وباذن الله مصر تكون بخير وبامان باذن الرحمن. تمام يا حبايبي. ما تكتروش من الحاجه، لو الحاجات رخصت ادينا مستفيدين، ولو الحاجات غليت ادينا برضك ما كترناش وما خسرناش. تمام يا حبايبي. ان شاء الله تابعوني بكل جديد وجديد، وباذن الرحمن عايزه كده اشتراك حلو في قناتي، وعايزه تعليق كويس، واشتركوا كتير وخلي قناتي تكبر بيكوا وليكوا، وفعلوا الجرس وقولوا لي كده تعليق حلو على الفيديو وعلى اسعار اليوم. تمام يا حبايبي. يلا، السلام عليكم وكل سنه وانتم طيبين.